ده اغرب مول دخلته في حياتي بصراحه. هو بصراحه يا جماعه شكل المترو غريب شويه بس حلو، تحس ان هو مكوك فضائي. كل شويه بيجي لي كده انها زي وسط البلد عندنا بس مرتبه اكتر. بس انا اول مره اعرف يا جماعه ان في كرواتيا الناس بتلبس جيبه. حاليا بقينا في كرواتيا يا زلمه. هاي برو، هاو ار يو؟ هاي. بص بص بص، لوكا مودريتش يا باشا. الناس هنا بتعتز بلوكا مودريتش، يعني اكل حلال بنسبه 100%. مفيش اكتر من كده. حلال ثم حلال ثم حلال يا عم عمر. انا لو مكانك يا عمر اكك كده كيكايه اخد الكوبري ده في منت. والله يا معلم في كاميرات. في كاميرات. ومفروض ان احنا بعد ما خرجنا من فينيسيا دخلنا على كارتة تاني اللي كنا داخلين منها عشان نروح على الطريق بتاع كرواتيا. كارتة طالعه لعمر ايه؟ مهلبيه. قبل ما يدخل طلعوا له. دي اللي احنا دفعناها كانت 11 يورو واحنا جايين، صح كده؟ اه. ده الهاي واي المفروض هنا في ايطاليا، في الشمال الايطالي جنب فينيسيا. واحنا طبعا بعد الكارتة بتاعت فينيسيا طبعا اللوكيشن مدينا 3 ساعات بعد الساعة اللي احنا طلعناها، يعني المفروض طريق حوالي 350 400 كيلو من فينيسيا الى العاصمة الكرواتية زاجرب. يعني اللوكيشن هنا جايب ان احنا هنوصل الساعة 45 دقيقة. احنا بعد ما خلصنا كل الطريق المفروض ان السرعة هنا زي ما انت شايف 50. بعد ما خلصنا الهاي واي بتاع ايطاليا ودفعنا الكارتة لقينا نفسنا في الحدود الايطاليه السلوفينيه. دخلنا من الحدود الايطاليه السلوفينيه يا دوب عدينا السرعه 50 لمده 5 دقائق كده احنا عدينا الحدود بدون توقف بدون لجان بدون اي حاجه. وحاليا احنا دلوقتي على الطريق السلوفاني والمفروض ان احنا ما بيننا وما بين كرواتيا 2.5 ساعة في الهاي واي. يعني احنا ماشيين في الهاي واي بتاع سلوفينيا اللي هيدخلنا على الحدود الكرواتيه. ورجعنا تاني على سلوفينيا وبجد انا مبسوط ان انا رجعت تاني للطبيعه. طبيعه في كل مكان، الهواء منعش جدا، الجو ابرد بكتير جدا من فينيسيا. فينيسيا كان فيها شويه حر ورطوبه لانها قنوات مائيه فجايبه رطوبه غير خالص اجواء بقى الجبال والخضره والروقان ده. فاضل لنا بالظبط 20 دقيقة ونبقى وصلنا كرواتيا. المفروض ان الطريق بقاله 3 ساعات والحمد لله خلصنا الطريق على خير، وطريق سهل اصلا وكله خضرة وجبال وجميل جدا. احنا كده بنعدي الحدود يا جماعة، بس يعني هو المفروض ان مفيش اختام، مفيش جوازات، مفيش اي حاجة. هي دي كده الحدود ما بين سلوفانيا وكرواتيا، لان واحنا راجعين من الشمال الايطالي عدينا على الطريق كله في سلوفانيا. والمفروض ان احنا بعد ما بنعدي الشبكه بتاعه الموبايل مع اني مفيش بالظبط دقيقه تلاقي شبكه الموبايل اتغيرت وبقت شبكه كرواتيه. طبعا هنجيب كارتة تاني بتاعه الهاي واي بتاع كرواتيا. يعني المفروض دلوقتي خلاص احنا هندفع الكارتة بتاعه كرواتيا. سهوله غير طبيعيه انك انت تعدي من سلوفينيا تخش كرواتيا. كل اللي انت بتعمله انك انت بتهدي السرعه ل 30 وتخش تجيب الكارتة بتاعه الهاي واي، الكارتة بتاعه كرواتيا، بس كده. هي دي يا جماعه الحدود الكرواتيه. احنا دلوقتي المفروض واقفين على الحدود الكرواتيه، ومفروض ان احنا قطعنا الكارتة بتاعه كرواتيا ب1 يورو بس كده. احنا كده يا جماعه بقينا في كرواتيا. بصراحه يا جماعه ما شفتش سهوله كده. 3 4 بلاد بنعديهم بدون اي حاجه، بدون اي جوازات، بدون اي ختام، تمشي بالعربيه بتعمل كارتة فقط. والمفروض ان كده زاجرب بس كده يا جماعه. كده المفروض ان احنا بقينا في كرواتيا ودرجه الحراره 32. ولا بيقابلك جوازات ولا بيقابلك اختام ولا في اي صعوبه في اي حاجه انك انت تتنقل ما بين دول اوروبا. الموضوع بجد ممتع جدا وسهل جدا، والطرق بجد ممتعه وواسعه وسهله جدا. وعموما كده خلاص رسمي بقينا في كرواتيا، وخلينا نكتشفها مع بعض ونشوف احلى ما فيها واسوأ ما فيها في نفس الوقت. يلا بينا. مجرد ما عديت خلاص مفيش شبكه. مجرد ما دخلت كرواتيا فصلت الشبكه، بتفصل بالظبط كل ما بتعدي حدود بلد الشبكه بتفصل بالظبط 5 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده تجيلك الشبكه باسم البلد اللي انت فيها. ايطاليا بقى، كرواتيا، سلوفينيا، هنغاريا. دايما انك انت لما تخش بلد اكنهم محددين بالظبط. كده رسمي خلاص بقينا في العاصمه الكرواتيه زاجرب. طبعا المدينه شكلها مرتب، بس طبعا غير سلوفينيا خالص. انا ما لقيتش اي مباني في سلوفينيا. هنا يا جدعان بلد لوكا مودريتش حبيب الجماهير كلها. هنا يعني من الواضح ان البلد فيها تقدم شويه، او هم عادي
مش معتزين بقى ان البيوت تبقى صغيره وانها بيوت ريفيه، لا هم بيبنوا شكلهم عمارات عادي زي اي دوله يعني. هي سلوفينيا اللي مش زي اي دوله بصراحه، هنا عادي زي اي دوله. خلي بالك السرعه هنا 60، كل شويه جايب لك 60، حتى تلاقي كل العربيات ماشيه بالراحه. يعني والله انا لحد دلوقتي مش عارف اقول الانطباع، بس هي دوله شكلها مرتب جدا، شكلها مرتبه كده ومنظمه وتعتبر هاديه. طبعا هي في الاول والاخر برضو اتحاد اوروبي، فاكيد برضو مظبطينها ومخلينها زي الفل. حاليا واحنا في العاصمه الكرواتيه وصلنا للفندق دبل تري باي هيلتون. بدايه مبشره جدا، والحمد لله ان الفندق فيه باركنج تحت وكله تمام، والمفروض ان احنا كده طالعين على الريسبشن. حاليا بقينا في كرواتيا يا زلمه. وانا اللي كنت فاكر الباركنج فيه يا صاحبي طلع ب2 اورو. كرواتيا. ريسبشن اخيرا كرواتيا. فندق جميل جدا بصراحه يا جماعه. هنا كرواتيا دبل تري باي هيلتون. عمر عازمني عليه. تسلم يا عمر والله. حبيبي. خلي بالك الجواز المصري دوت في اي حته بتلاقيه ثابت نفسه، مش معنى ان انت عازمني يبقى الجواز المصري ده اي كلام. فكك من الجواز الهنجري بتاعك ده، ما ياكلش معايا. الجواز المصري رقم واحد ولا 100%. 100%. عشان الجواز تبعي بس مش عارف. Any twin bed. You know, Omar, bigger. I need twin bed, please. يعني برضو مفيش. الراجل ده يا جدعان من ساعة ما طلعنا من هنجاريا وما لقيتش توين بيد واحد، ولا مرة عرفت أجيب توين بيد. حاجة صعبة جدا. ماشي يا عمر، براحتك براحتك، أنت اللي قاصد خلي بالك. فعلا يا جدعان والله كان بينام على الأرض. خلينا نشوف كرواتيا والشارع بتاع كرواتيا. خلي بالك يا جماعة والله أنا حاسس إن كرواتيا حلوة. واو، ده أنت أول ما بتخرج كده بتلاقي فيلا موج. ايه يا عم العربيات الحلوه دي يا عم؟ واو دبي يا جدعان، بصوا دبي برضو يا جدعان. دبي ثابته نفسها في كل حته. هو اصلا هنا في كرواتيا ومش حاطط اي نمر كرواتيه، هو دبي. دبي في كل مكان هتلاقيها مسمعه ومعلمه على اي حد في كرواتيا. ما شاء الله بجد. بيحط يا باشا عربيته قدام الفندق ويكتب دبي وملوش دعوه باي حد. ويا باشا ما بتبقاش اي عربيه، بتبقى عربيه حقيقيه يعني. ما شاء الله يا جدعان. انا بحب العربيات جدا. انا مش عارف يعني انتوا بتحبوا العربيات زيي، بس انا بعشق العربيات. يعني من اكتر حاجه او من اكتر الحاجات اللي بحبها في حياتي العربيات. بنتلي بنتلي. هو ايه يا عم كله بنتلي هنا؟ واو. خلي بالك شكل المواصلات هنا زي المجر، فيلا موشة او ترام كتير يعني. لسه هنعمل تشيك ان بقى وننزل نكتشف كرواتيا مع بعض. مالك يا عمر زعلان كده ليه؟ معلم انت طالما فت على الهيلتون بدك تدفع مصاري، يعني انت اول ما حطيت رجلك بدك تدفع مصاري. يا سيدي الباركينج انا اخذ هون غرفه، او نحن اخذين هون غرفه بقى يا معلم. الباركينج 28 يورو. 28 يورو الباركينج لليوم. يعني لو قاعد يومين ادفع 60 يورو. والله يا معلم يا باشا انت كده كده عازم يعني، خلاص ما جاتش على 28 يورو يعني يا عمر، عادي يعني. 28 يورو خلاص عم بدفع. معلش تتعوض ان شاء الله، تتعوض. 28 يورو مش مشكله. اللي خلاك تدفع 80 90 يورو في الغرفه ادفع 28 يورو في الباركينج. خلاص ناخذ روم سيرفيس كمان. جوازي بعد اذنك يا معلم. شكرا. هيدا شكرا. مشكلة عمر ده. الحمد لله يا جماعة طلع فيه توين بيد. أخيرا عمر هينام على سرير لوحده، أخيرا. بيحب ينام على الأرض. أنت مظبطني يا معلم بفطار ولا من غير إفطار؟ مع فطور طبعا. حبيبي يا عمر والله تسلم. يا جدعان عمر ده أجدع واحد في أوروبا كلها. كل دي كروت يا عمر. الاسانسير هنا يا جدعان معمول عشان لو حد عايز يخبط دماغه في الحيطه ولا يخبط دماغه في الاسانسير بالظبط، تحس انها غرفه علاج نفسي. اسانسير غريب جدا، اول مره اشوف اسانسير متجلد كده. يلا يا عمر خلصني يا عم، زهقت. كل ده تعمل تشيك ان 317. ماشي يا عمر بيتكلم بطريقه غريبه جدا. 317 بس هو فندق جميل بصراحه يا جماعه. فندق دبل تري باي هيلتون هنا في كرواتيا تحفه.
تجربه رائعه. خش يا معلم. خش يا معلم. عينيا بس كده. اخيرا توين بيد يا عمر، اخيرا يا زلمه. توين بيد، كل واحد كده هينام على سرير لوحده. واخ، اطلاله عاديه جدا على الكرواتيه. اطلاله كرواتيه يا جماعه، زي الفل زي الفل. بس برضه يا باشا زي اي دوله اوروبيه مفيش اي شطافه ولا اي حاجه، عادي يا معلم زي الفل. كله يا جدعان زي الفل، والحمد لله عملنا تشيك ان وهننزل نكتشف كرواتيا مع بعض. يلا بينا نكتشف كرواتيا مع بعض. المفروض ان انا نزلت اول حاجه اعملها ان انا اشتري التيكت، والمفروض نزلت ابلكيشن اسمه ZET عشان نجرب المواصلات، والمفروض ان انت بتحط فيه 4 يورو. التيكت اليومي 4 يورو، يعني انت بتدفع 4 يورو تقدر تستخدم كل المواصلات، اتوبيس بقى، ترام، مترو، اي باص او اي حاجه او اي مواصلات تقدر تستخدمها عن طريق الابلكيشن ب 4 يورو بس. تذكره بتديك الباركود وبتخش يا باشا على اي مواصلات بالباركود بالموبايل. الدنيا سهله جدا، وخلينا نجرب المواصلات مع بعض ونكتشف الاولد سيتي، ويلا بينا. انا دلوقتي في المحطه، وهي دي المحطه، واحنا المفروض مستنيين المترو. المفروض ان انا هخش كده هعمل باي تيكت، المفروض ان انا همشي لحد التيكت اليومي وهعمل باي تيكت الاو، وبعد كده هحط الQR من المترو. من الواضح كده يا جدعان الموضوع هنا سهل، والمفروض ان كرواتيا سهله. يعني دي الاجواء، دي المحطه، بس مش حاطين كراسي خالص في المحطه، مع ان في ناس كبار في السن بس المفروض يحطوا كراسي، مفيش كراسي. البيوت هنا شكلها زي مصر شويه، عماير عاديه خالص، الدنيا هاديه هس هس والدنيا رايقه جدا. وبصراحه يا جماعه شكل المترو غريب شويه بس حلو، تحس ان هو مكوك فضائي. سهلة جدا، عاجبني جدا ان هو شبه المترو قوي بس ترام. حاليا يا جماعة انا في الترام، تحفة جدا، واسع، حاسس ان هو ممتع جدا. دخلت الQR حطيته، تحفة، 4 يورو تقعد تستخدم الترام طول اليوم لأي محطة انت عايزها، وفي باصات وفي مترو وفي كل حاجة. مين احلى طيب، كرواتيا ولا هنغاريا؟ هنغاريا يا معلم. برضو؟ يا عم ارحمني بقى يا عم، كرواتيا حلوة والله. بس انا اول مره اعرف يا جماعه ان في كرواتيا الناس بتلبس جيبه. الناس هنا يا جماعه بتلبس جيبه في كرواتيا، اللي يعرف يقول لي في الكومنتات. احنا هننزل اي محطه بقى، صوته عالي خلي بالك. فرانكو باسكا. اوكي، انا بكتشف معاك والله يا عمر. انا بقالي مثلا 10 سنين ما جيتش كرواتيا، فحاسس باختلاف بصراحه. ومفروض ان احنا كده وصلنا المحطة ووصلنا الاولد سيتي. يا جدعان البلد فاضية خالص بصراحة، هدوء غير طبيعي، ناس هادية. ايه ده يا عم، ايه ده؟ فين يا عم؟ بس انا حاسس عندي امل ان انا هلاقي حاجة كويسة في زغرب عموما يعني. يمكن نفقد الشارعين، يمكن اول ما نخش نلاقي حاجة حلوة يعني. ادينا بنكتشف مع بعض يا جماعة والله. زغرب، احنا في العاصمة الكرواتية زغرب. انا لحد دلوقتي ما شفتش غير محلات سوفينير وترامات في كل حتة. اكتر حاجة هنا الترامات يا جماعة. الله جميلة والله يا عمر، جميلة بصراحة. انا حاسس ان في حاجة شكلها جميل جدا. واو المباني تحفة يا جماعة. العاصمة زغرب تحفة بجد يا جماعة، بجد عجبتني جدا. انا قبل ما اخش الشارع دوت كنت حاسس ان كرواتيا مش حلوه. انت حاسس ان انت ماشي في كومباوند مقفول، الشوارع نظيفه جدا، الشوارع اصلا المشاة الترام والعربيات ماشيه على نفس الترام او نفس خط السير بتاع الترام. المحلات شكلها كرواتي خالص. ايه رايكم يا جماعه؟ قولوا لي، حلوه كرواتيا؟ هي دي بقى كرواتيا يا معلم. بصراحة أنا عجبتني
ايه رايك يا عمر؟ قول لي انطباعك كده اول ما دخلت الشارع ده، لما دخلنا يمين كده وشفت المنظر ده. بصراحه يا زلمه اذا هذا الشارع يعني هذا المين ستريت اللي اشهر شيء، يعني تخيل مثلا انت باوكسفورد ستريت وحاطط لك فيلا موش بنص يا زلمه. انت بتتكلم ان في ترام بيمشي في نص الشارع. بيمشي في نص الشارع حاجه غريبه فعلا. تصدق انا ما خدتش بالي ان الترام فعلا بيمشي في نص الشارع. يعني تخيل هيك مكان حيوي وكل شيء وفي شيء حديدي بيخبطك هيك فجاه يعني. لا، واللي انا مستغرب له ان العربيه بتمشي، اكيد العربيه بتمشي على نفس الطريق اللي فيه الترام. حاجه غريبه قوي. يعني هو الترام بيكون ماشي وهم بيدوا اشاره يمين وشمال. حاجه غريبه. اوف، العربيه لازم تخلي بالها لا الترام يخبط فيها. واو. يعني هم يا جدعان هنا منظمين لدرجه ان الترام ماشي مع العربيات. يعني انا ما شفتش كده في حياتي. بس من الواضح ان البلد امان وكل واحد في حاله ومحدش دعوه بحد. كل واحد واخد الخصوصيه بتاعته وكل واحد مع نفسه مروق. كمان يا جماعه الشعب الكرواتي هنا شكله لذيذ جدا، اقسم بالله تحس ان هم صغيرين كده وعاملين زي السنافر. يعني انا كل شويه بيجي لي كده انها زي وسط البلد عندنا بس مرتبه اكتر، وان الترام ماشي مع العربيه. يعني دي اكتر حاجه لفتت نظري في الشارع الجميل ده. ده حتى العجل بيمشي على نفس الطريق، يعني العجل والمترو والعربيه بيمشوا على نفس الطريق. حاجه غريبه. هنا المفروض ان في جبل وبتطلع له كده بالترام برضه، بس اكيد ده ترام مختلف. بصراحه يا جماعه كل زاويه هنا ممكن تطلع منها صوره. موضوع المترو اللي ماشي في وسط الناس ده انا بجد مستغرب جدا. مش عارف ليه حاسس ان انا في وسط البلد. او المباني بص شكلها جميل ازاي. المباني زي اللي عندنا قوي يعني. تحس انها مصريه. مش عارف، كرواتيا فيها من مصر قوي يعني. المفروض ان احنا في شارع هنا شكله حيوي جدا كله مطاعم. في ناس على فكره كتير لابسه حجاب هنا يا جماعه. على فكره من الواضح كده ان كرواتيا فيها مسلمين. نقعد هون ولا نقعد هنيك؟ نقعد هنيك ولا نقعد هون؟ يا باشا احنا بنقول نقعد هنا ولا نقعد هنا ولا نقعد هنا، مفيش ولا هون ولا هنيك. ولا نقعد هنا يا باشا نقعد في اي حته بس بلاش هون وهنيك دي خالص يعني. غريبه اقسم بالله. هنيك. واو، مول وقعده وميادين. هنا كرواتيا تحفه، عجباني جدا. اذا هيك خلاص تغير الوضع شوي. اتغير يا باشا. تحفه. بس بقول لك ايه، الناس هنا في حالها بدرجه غريبه. كل واحد يا باشا ماشي ملوش علاقه باي حد. خلي بالك بص المبنى دوت اللي هو تحس ان هو مبنى تاريخي. انا بالنسبه لي كمدينه احسن بكتير جدا من سلوفينيا. انا ما شفتش اي حاجه في سلوفينيا، ما شفتش مبنى حلو ممكن تخشه كده اصلا، او مول شكله اثري كده كله محلات. يا جماعه نظام المول هنا غريب جدا. المولات هنا شكلها مختلف تماما. بص المفروض ان ده مول، يعني انت متخيل ان ده مول؟ يعني ده مبنى من بره شكله تحس ان هو متحف، بس بتخش بتلاقي ان دي محلات وبتلاقي مطاعم وبتلاقي اسواق. ده اغرب مول دخلته في حياتي بصراحه. المول من بره شكله مبنى اثري او تحس ان هو مبنى تاريخي. بوابه المول بص قد ايه، بص كل دي بوابه للمجمع او للمول. واو. بص يا عمر بوابه المول قد ايه، بص المدخل بتاع المول قد ايه. تخيل ان ده مدخل مول اصلا. بص شكل المول عامل ازاي من بره. يعني ده مول كله محلات كله اسواق، شكله تاريخي جدا. وده مول. بص المولات عامله ازاي، قديمه جدا. يعني انا دخلت من المول وطلعت من الناحيه التانيه برضو لقيت الترام. اي مكان هتلاقي ترام. بص ترام ترام ترام، يمين شمال ترام. وعندهم يا جماعه دوره زي عندنا بالظبط، مسلوق. تحفه. كل حاجه يا جماعه هنا كرواتي على ابوه. يعني اي حاجه هنا هتلاقيها كرواتي. حتى الساعه اللي هناك دي هتلاقيها كرواتيه. واو.